الصحيه اللي لازم تعرفوا سببها ايه هي. شرب الميه مهم جدا جدا، لانه بيخليك شبعان لفتره طويله، وبيقضي على حاجه مهمه قوي، هي الفيك هانجر اللي هي الجوع الكاذب. ايه ده يعني ايه؟ احنا دايما لما بنحس ان احنا جعانين بنبقى فاكرين ان احنا جعانين، بس جس وات، لا. ليه؟ لانه حضرتك لو عندك جفاف، الجسم مش لازم يديك اشاره بان هو عطشان، لا عادي، وبتحصل كتير جدا انه ممكن يقولك انا جعان وهو ايه؟ وهو عطشان. هو ده اسمه انذار الجوع الكاذب. الجسم يا حبيبي عنده جفاف، والجسم يا حبيبي محتاج يشرب، بس انت عشان منفض ومش عايز تجيب ميه تشربها، فاللي بيحصل يقولك انا جعان، فبالنسبه لك تاخد سناكس، تاخد شيبس، تاخد كراكس، تاخد وات ايفر يعني فاكهه، انما الحقيقه انت عطشان. فدايما لما يجيلك الارم الجوع لازم تعمل ايه؟ تشرب الاول، وبعد كده تبدا لو خلال 10 دقايق حسيت ان انت عايز تاكل، تبدا تاكل، مفيش مشكله، لانه ممكن يكون ده الارم ان انت ايه؟ عطشان او جسمك فيه جفاف. حاجه مهمه كمان وخلاص احنا كده بنقفل الحلقه، يعني حاجات تزود لك افراز الجي ال بي. تاني هقول انك محتاج تمارس الرياضه، سواء كان في الجيم او تتمشى، لان ده بيحفز من افراز الهرمون ده بشكل طبيعي. كمان ده بيحسن من الهضم بشكل عام. كمان نقدر ناخد بقى، لو ده كله عملته وحسيت ان انت ده ما زادش معاك، ساعتها بس ممكن تزور دكتور وتقول له يا دكتور انا ممكن اخده ولا لا. لكن صدقوني كل الحاجات دي بشكل طبيعي جدا تقدر تخليك كأنك اخدت الحقن بالظبط، وتخليك تخس بشكل كويس، وتخلي جسمك يبقى نشيط. لكن الفيديو ده بيتقال للناس اللي مش مريضة سكر، والناس اللي مش بتاخد ده علاج، الناس اللي بتحاول تعمل حاجات صحية عشان تخس. اتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنتات، ولو شايف ان الفيديو مفيد اعمل لنا بقى سبسكرايب واعمل منشن وشير لاصحابك، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.